بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم. فيديو جديد سأقرأ فيه مقالة للأستاذ منير عكاشة الذي يسمي نفسه بالفيلسوف المتمرد، وهو تونسي الجنسية، وله صفحة ممتازة على الفيسبوك، غني أو غزير الإنتاج. فكل من زار هذه الصفحة سيستفيد مما يكتبه هذا الفيلسوف المتمرد كما يسمي نفسه. إذن عنوان هذه المقالة بالتدين الشكلي: طقوس بلا روح وقشور بلا لب. إذن هذه حقيقة إخواني، فنحن كما يقال نعاني من تدين شكلي فقط، هو عبارة عن طقوس وعبارة عن شعائر و ممارسات نقوم بها. في الغالب هناك أناس، حتى لا نعمم ونكون موضوعيين، ولكن في الغالب التدين السائد هو تدين شكلي، لا يركز على الروح وعلى اللب وعلى الجوهر وعلى ما هو باطني وأساسي في الدين. إذن يقول: يصلي كل يوم ويصوم كل رمضان من هو المتدين الشكلي الطقوسي، ويحسن التلاوة ويعرف الأحكام، وحين تعامله تجد إنسان آخر يكذب في البيع ويغش في العمل ويظلم في البيت ويهين من هو دونه، ولم تتوقف الصلاة ولم ينقطع التسبيح، ولا يرى تناقضا بين الركعة والظلم، لأن الطقس عنده شيء والسلوك شيء آخر، وقد فصل بينهما فصلا تاما لا يزعجه ولا يحرجه. وهذا الفصل هو جوهر التدين الشكلي، يؤدي ما على الجسد ويهمل ما على الروح. ولم يخترع الفرد هذا التدين وحده، اخترعه المجتمع معه، ذلك المجتمع الذي يحاسب على الصلاة ولا يحاسب على الأخلاق، ويسأل: هل صمت؟ ولا يسأل: هل عدلت؟ ويعيب ترك الشعيرة ولا يعيب الغيبة والكذب والخيانة والغدر. وفي مجتمع كهذا يتعلم الإنسان سريعا ما يحاسب عليه فعليا ويؤديه ويترك الباقي. وليس التدين الشكلي نفاقا محضا في أغلب الأحيان، هو استجابة عاقلة لمعادلة اجتماعية واضحة. ويحفظ القرآن كاملا من هو هذا المتدين الشكلي، ويحفظ القرآن كاملا، يجيد التجويد ويحسن المقامات ويبهر من يسمعه. والقرآن يقول: لا تكذبوا، ويقول: أوفوا بالعقود، ويقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويخرج من المسجد بعد الختمة ويكذب ولا يوفي ولا يعطي الحق، ولم يدخل الحفظ إلى الفهم، ولم يصل الفهم إلى السلوك، وبقي القرآن صوتا جميلا في حنجرة إنسان لم يتغير. من هو؟ إذن هو صاحب التدين الشكلي. وهذا الإنسان يصوم النهار صياما كاملا، ويتحمل الجوع والعطش بصبر،
وربما لا يكذب بالكلام الصريح، لكنه يكذب بالإيحاء، ويغش في البضاعة، ويرفع السعر على المحتاج، وفي الليل يفعل ما لا يقال. والصيام في الرواية الدينية يفترض أن يعلم الصبر والرحمة بالجائع، وقد علمه الصبر على الجوع، ولم يعلمه الرحمة بمن يجوع طول العام. ويحج ويعود، والحج تجربة عميقة في الأصل، تجربة تساوي بين الملك والفقير، وتذكر بالفناء، وتنسي الغرور. ويعود كثيرون منه كما ذهبوا بنفس الكبرياء، وبنفس المعاملة، وبنفس الأخلاق، وأحيانا بأسوأ منها، لأن لقب الحاج يمنحهم في مجتمعهم مكانة يمكن استثمارها. والمكانة التي يكتسبها الحج أحيانا تصنع غرورا لا تواضعا، وعودة إلى الدنيا بثقة أكبر لا أقل. وتخبر اللحية عن صاحبها قبل أن يتكلم، ويعلن النقاب التزاما قبل أن يثبته السلوك. وصارت هذه العلامات الجسدية في كثير من المجتمعات بطاقة هوية أكثر من كونها تعبيرا روحيا. يطيل لحيته ليقال عنه متدين، وترتدي النقاب لتقال عنها محتشمة، ولا تحتاج الهوية المطلوبة اجتماعيا إلى روح، إنها تحتاج إلى شكل، والشكل أسهل ويمكن اعتناؤه صباحا أمام المرآة. ويسبح بلسانه، ويغش بيده، وهذا ليس مبالغة، إنه واقع موثق في كل سوق. يجلس في دكانه وسبحته في يده، ويذكر الله بصوت مسموع، وحين تشتري منه تجد في البضاعة ما لا يقال، ولو سألته قال: الله يعلم أنني صادق، وقد يعلم الله، لكن الزبون يعلم أيضا. ولا تتناقض السبح والغش في ذهنه، لأن الذكر عنده عبادة لسانية، والبيع شأن دنيوي، وبينهما جدار لا يهدم. ويبكي في المسجد بكاء حقيقيا، تسيل الدموع، وترتعش الأكتاف، ويظهر الخشوع على وجهه. ويعود إلى بيته فيهين زوجته، ويسكت ابنته، وينهر من يصغر منه. وكان البكاء حقيقيا، والظلم أيضا بعده حقيقي، ولم ير بينهما تناقضا، لأن البكاء كان من ذنوب يتصورها بينه وبين الله، وظلم البيت شأن آخر. وهذا الفصل بين العمود والأفق في الدين وخلاصة تدين الشكل يصلح علاقته مع السماء، ويهمل علاقته مع الأرض. ويريح الطقس الضمير، ولا يصلح السلوك. هذه المعادلة تفسر الكثير. حين يؤدي الإنسان الطقس يشعر بأنه أدى ما عليه، ويخف شعوره بالذنب، ويرى نفسه في مصاف الصالحين. وهذا الارتياح يقلل الدافع إلى تغيير السلوك. فالإنسان الذي يحمل ذنبا دون أن يؤدي طقسا يبقى في قلق، وذلك القلق قد يدفع إلى التغيير. أما من يؤدي الطقس بانتظام فضميره مرتاح، والضمير المرتاح لا يطلب تغييرا. ويحرم ما يمارسه، يحاذر عن الاختلاط، ويختلط في الخفاء، ويندد بالخمر، ويشرب بعيدا عن العيون، ويدين الزنا، ويمارس حين لا تصل الأعين. وليست هذه الازدواجية وقاحة دائما، هي نتيجة طبيعية لمجتمع يعاقب على الظهور لا على الفعل. تعلم أن يخفي لا أن يتغير، وبقي الفعل، وبقيت الإدانة، والفاصل بينهما هو الجدار. ويبقى التدين الشكلي أداة اجتماعية ناجحة، يمنح صاحبه ثقة بلا جهد حقيقي، ويمنحه مكانة بلا فضيلة حقيقية.
ويمنحه حماية اجتماعية في مجتمع يقدس الشكل. فمن يملك الشكل يملك مفاتيح القبول، ومن يملك القبول يملك الفرص. ولهذا يستثمر التدين الشكلي استثمارا حقيقيا. ليس كل من يطيل لحيته مخادع، لكن المجتمع الذي يكافئ اللحية ولا يكافئ الأخلاق ينتج أطوالا من الشعر ولا ينتج فضائل. ويخشى نظرة الجار أكثر من نظرة الله، وهذا ما يثبت أن الرادع الفعل الاجتماعي لا روحي. لو كان الرادع حقا خشية الله لتغير السلوك في الخفاء أيضا، لكن السلوك يتغير في العلن فحسب، ويعود إلى أصله حين تغيب العيون. والعين الإلهية التي تفترض كل حضور لا تغير السلوك في الخفاء، وتغيره العين الاجتماعية التي تراك. وهذا يقول الكثير عن طبيعة هذا التدين. وتغيب الأخلاق أحيانا حين يكثر الدين، وهذا ادعاء يغضب المؤمنين، لكن التاريخ والواقع يؤكدانه. ليست المجتمعات الأشد تدينا شكليا بالضرورة الأكثر نزاهة. معدلات الفساد والغش والظلم لا تنخفض بارتفاع عدد المساجد، ولعل الدول الأقل تدينا شكليا في كثير الأحيان أكثر نظاما وعدلا وأمانة. وهذا لا يعني أن الدين ينتج الفساد، يعني أن الطقس وحده لا ينتج الأخلاق. ويصلي في الصف الأول ويختار مكانه بعناية، والجميع يعلم أن الصف الأول في الفقه الإسلامي فضيلة، لكنه صار في الممارسة الاجتماعية مكانة. من يصلي في الصف الأول يراه الجميع، وتشار إليه بالورع، وتفتح له الأبواب، وما يفعله بعد خروجه من المسجد شأن آخر، وشاهده في الصف الأول كافي. ويدرك الحاكم قيمة التدين الشكلي أكثر من الفقيه. يبني المساجد ويرعى العلماء ويظهر التدين في المناسبات، لا لأنه وجد الإيمان، بل لأن المجتمع الشكلي يكافئ الشكل، ومن يملك شكل التدين يملك شرعية إضافية. ويخدم التدين الشكلي الاستبدال، لأنه يبقي الناس مشغولين بطقوسهم يحسبون أنهم يؤدون واجبهم، ويبقى الحاكم يفعل ما يشاء. وتورث الطقوس ولا تورث القيم. يعلم الآباء أبنائهم كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يتلون القرآن، ولا يعلمونهم كيف يكونون صادقين حين لا يراقبهم أحد، وكيف يعدلون حين يملكون القوة، وكيف يرحمون حين لا ينتظرون مكافأة. وينقل الطقس بالتلقين، وتنقل القيمة بالقدوة، ولا يعوض عن القدوة الغائبة بالتلقين. ويدين أبنائه وينفرهم من الدين. يجبرهم على الصلاة قبل أن يحبوها، ويكرههم على الحجاب قبل أن يقتنعوا به، ويعاقب على ترك الطقس قبل أن يفهموه. وحين يكبرون ويصبحون الاختيار بيدهم يتركون ما أكرهوا عليه، لا لأن الدين باطل بالضرورة، بل لأنه دخل إليهم قسرا، وما يدخل قسرا يخرج بأول نسمة حرية. وصنعت الشبكات الاجتماعية من تدين شكل فرجة دكانا يصور الإفطار وينشر، وتبث صلاة التراويح مباشرة، وتسجل لحظات الدعاء بحرقة، ويعجب الجمهور ويعلق ويزيد المتابعون. وصار التدين الذي كان خاصا بين العبد وربه محتوى رقميا له مشتركون ومعدل مشاهدة. وحين يتحول التدين إلى محتوى يصعب التمييز بين من يبكي لله ومن يبكي للكاميرا. ويدين المتهتك ويبالغ في الإدانة. يهاجم من ترك الصلاة، وينكر على من يختلف، ويكثر من الكلام عن الحرام. وهذا الإدانة المبالغ فيها غالبا ما تكون غطاء. من يعلن إدانته بصخب يصرف الأنظار عنه، ويبدو أشد الناس غيرة على الدين، وهو من يملك أكثر ما يدينه. والتاريخ الديني مليء بمن صال وجال في إدانة ما يمارسه في الخفاء. وحين تسأل ما الذي بقي من الدين في التدين الشكلي، تجد القليل. بقي الشكل، وبقي الاسم والرسم،
وبقيت الطقوس الجسدية، وغابت الروح التي أراد الدين في أصله أن ينتجها. غابت الرحمة، وغاب العدل، وغاب الصدق حين يكلف، وغاب الإيمان الحقيقي الذي يغير الإنسان في الخفاء قبل العلن. وما بقي كافي للمجتمع الذي يكتفي بالشكل، وغير كافي لأي دين يدعي أنه جاء ليصلح الإنسان. وفي النهاية يملأ المساجد صاحب طبيعة الحال صاحب الدين الشكلي، ويخلي القيم، يمشي إلى المسجد في الصباح، ويكذب في الضحى، ويظلم في الظهر، ويغتاب في العصر، ويعود إلى المسجد في المغرب، ويحسن التلاوة في العشاء، وينام مرتاح الضمير لأن الطقس أدي، والله راض في اعتقاده، ويراه الجار ورعا، وهو نفسه يحسن رأيه بنفسه. وهذه الراحة الثلاثية الأبعاد هي ما يصنع التدين الشكلي الطقوسي ويديمه. لا يحتاج إصلاحا لأنه لا يرى مشكلة ولا يرى مشكلة، لأن المجتمع حوله يخبره كل يوم أنه على ما يرام. إخواني، أقف عند هذا الحد، اكتفي بهذا. إذن مقال يستحق القراءة، وأنا أردت أن أتقاسمه مع إخواني لأنه نعم يبين طبيعة التدين الممارس بشكل عام. نعم، لا سواء منير عكاشة أو غيره لا يعممون، فهناك أناس نعم يفهمون روح الدين وجوهره ولبه، أنه الدين روح وأخلاق وقيم، وقيم فردية واجتماعية، ونعم هناك، ولكن أقلية. أما الغالب هو التدين الشكلي الطقوسي الذي يهتم بهذه الممارسات التي لا روح فيها والتي لا تغير الإنسان من الداخل، لأن الدين جاء وغايته هو بناء إنسان الصادق المؤمن المخلص المحب الذي يتحلى بالأمانة والصدق والكرم والإيثار، وكل هذه القيم التي تعد رافعة للتطور والارتقاء الحضاري. أما التدين الشكلي فلا يغير شيئا، بل بالعكس. نعم، فهو كما قال منير عكاشة وغيره نعم تبقى الأحوال كما هي عليه، بل تسوء الأحوال. وحتى الحكام المستبدون نعم يراهنون على التدين الشكلي، لأنه نعم يريح العامة ويجعلهم يعتقدون أنهم يمارسون الدين، وتغيب قيم الدين اللي هي العدل والحق والمساواة ورفع الظلم وغير ذلك من الممارسات التي جاء الدين لي نعم يصلحها ويغيرها. إذن إخواني، من فضلكم اشتركوا في القناة ووزعوا هذه المضامين من فضلكم على الأصدقاء والأحباب، ودعموا هذا العبد الفقير إلى الله حتى أستمر في هذا النشاط البسيط الذي أقوم به. وهو ما هو هذا النشاط؟ وهو أنني أتقاسم مع إخواني هذه المقالات، وسأعود إلى الكتب إن شاء الله. وما هي الهدف؟ الهدف هو أن أذكر وأشير، وهذه المضامين أعتقد أن فيها فكر، أنا أعتقد فكر تقدمي، فكر تنويري، ينشر الوعي وينشد التغيير والإصلاح. نعم، مصداقا لما جاء في القرآن الكريم: وما أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء إخواني، سلام.